اكتر حاجة بنحب نعملها الصبح للولاد على الفطار هي القرص الطرية. هنعمل في الفيديو ده اجمل وانجح طريقة للقرص الطرية، وهتفضل طرية كده لحد اخر واحدة، وريحتها كمان هتجيب لاخر الشارع، مش هيختلف عليها لا كبار ولا صغيرين. اول حاجة هنجيب المكونات السائلة اللي هي عبارة عن كوبايتين ونص من الحليب الدافي، وتلات ارباع كوبايه من السكر، وانا حطيت النص في الاول بعد كده الربع كوبايه. وهننزل دلوقتي بعد ما نقلبهم كده تقليبه بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه. هقلبهم برضو كده، وبعدين هنغطي الخليط السائل ده على جنب لحد ما نكمل يعني الوصفه، وننخل مع بعض الدقيق ونجهز المكونات الجافه. حضرنا كده طبق العجن بتاعنا، ونخلت الدقيق بتاعي. هنحط كيلو من الدقيق كامل، ودي ده لكل الاغراض. وهنحط عليه، عارفين ريحة الكحك اللي احنا عملناها في فيديو لوحده كده ساعة ما جينا نعمل كحك العيد؟ هو ده اللي انا حضرته معاكم قبل كده. هسيب لكم رابط الفيديو ده تحت الفيديو. حطيت معلقة صغيرة من ريحة الكحك، نص كوباية من السمسم الني، وربع معلقة من الملح، وبس. هي دي المكونات الجافة. قلبتهم، وهنزل عليهم بكوباية من السمنة البلدي ونص كوباية من الزيت، ويكون الزيت ده نوعية كويسة. هنقلب بقى الخليط، تقدروا تستعملوا اي نوع سمنة زي ما انتوا عايزين. بعد ما قلبته كده هنبدأ بقى نبس المكونات دي كويس قوي مع بعض مدة كويسة لحد ما الدقيق يختفي تماما، ونيجي نضغط كده هيتكون عندنا كورة كأن فيها سوائل، لكن لما نيجي نضغط عليها تاني تتفتفت معانا. بصوا بقى، بعد ما حضرنا الحاجات دي وبسينا الدقيق مع السمنة، كانت الخميرة بتاعتنا خلاص اشتغلت وتأكدنا ان هي صالحة للاستعمال. هنبدأ ننزل بالحليب بتاعنا كده على دفعتين او 3، ونقلب بالمعلقة عادي خالص. وبعدين هندخل ايدينا، هقول لكم امتى. ما ينفعش تدخلوا ايديكم دلوقتي علشان يعني هتبوظ خالص، ومش تبقوا مبسوطين وانتوا شغالين. هتقلبوا كويس لحد ما الحليب يختفي تماما من قدامكم، وتتكون عندنا عجينة كده. هنبدأ ندخل ايدينا علشان نعجن. القرص ما بتتعجنش وقت طويل خالص، يعني حوالي 5 ل7 دقايق كده بتبقى جاهزة معانا. بالراحة بقى كده هنعجن ونريح دقيقتين، ونبدأ نعجن لحد ما تتعجن كويس قوي. وقوامها زي ما انتوا شايفين قرص طرية جدا، مش ملزقة خالص. والعجن مهم في ايه؟ انها تفضل طرية لحد اخر واحدة، وما تتفتفتش معانا كده لو سيبناها بره التلاجة يومين ولا حاجة. بصوا بقى، انا حطيتها في حاجه واسعه وعميقه كده علشان تختمر معايا. سبتها ساعه الا ربع، اختمرت معايا لان الجو حر جدا. خدتها كده وهبدا اكورها. وزن الكوره الواحده 50 جرام، ده وزن مثالي جدا لحجم القرص اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. كورت كده القرص بتاعتي وبضغط عليها ضغطه خفيفه قوي زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنرصها كلها، يعني هنخلص كل السيجان ونسيب مسافات. وفي الاخر بعد ما نخلص هنجيب اول صاج احنا حطينا فيه القرص، ونضغط عليه كده لحد ما تتشكل عندنا دايره منتظمه جدا. يعني زي ما انتوا شايفين دي اسهل طريقه. كده اسهل من انكم تقعدوا تبططوا القرص دي واحده واحده كده من الاول. ده بيبقى شكلها كلها كده واحد زي بعض والارتفاع واحد. سبتها تختمر لمده ربع ساعه. اثناء ما هي بتختمر او قبل ما تبدا، هنشغل الفرن بتاعنا على درجه حراره عاليه، الرف التاني من تحت. وهنلف الصاج من وقت للتاني، ممكن ياخد معانا 18 او 15 دقيقه لحد ما تاخد لون ذهبي حلو من تحت ومن فوق. ممكن تشغلوا الشوايه في اخر دقيقه كده برضو بتتابعوا الصاج. انا حطيتها في الفرن العادي ابو انبوبه ده، واخدت معايا 7 دقايق، ولونها وريحتها بجد تحفه. هنستنى اما تبرد خالص، وبعد كده هنحط على حسب استعمالنا في اكياس مقفوله ونحطها في الفريزر. وممكن تسيبوها بره التلاجة في اكياس برضو مقفوله يومين، هتفضل طريه وكمان بتدوب ذوبان، مش محتاجه اي حشوه لا جبنه ولا شوكولاتات ولا اي حاجه. بجد هتجربوها تدعولي.